الماضي. حقيقة أنا كسبان في هذا اليوم أن أجتمع بهذه الوجوه، رموز الوطن، أبناء الوطن، حقيقة من أدوا أمانتهم في خدمة هذه الدولة العظيمة. ما ذكرناه اليوم عن هذه الدولة العظيمة والقيادة الرشيدة، صرنا الآن مفخر للأمم كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه الدولة. حقيقة تكلمنا عن الماضي، عمر المملكة العربية السعودية كلها عمر بسيط، ولكن إنجازات عظيمة في ظل هذه القيادة العظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى. الأمن والأمان وصوت الأذان، وما يفضلنا عن غيرنا الأماكن المقدسة التي في هذه الدولة العظيمة. لم يأتي هذا البركة ولا هذا الخير من فراغ. كنا في مملكة ضعيفة، لا مال ولا حتى يوم نتكلم عن أيام الحج، وهي ما لنا كبار بالعمر، ولكن كنا نعاني بس بالحج. شوف الآن ماذا قدمت الدولة، هذه مفخرة لنا جميعا. أيضا تكلمنا في كورونا، وكلنا نعلم ما كانت كورونا، الدولة الوحيدة اللي يمكن كلنا نعترف بفضلها كلمة القيادة، يوم تعالج حتى اللي جاء في غير نظام، وتعالج وتقدم له كل شيء. هذه نعمة عظيمة. أيضا والله أني سعيد ومسرور أني أكون مع أهل المدينة، يعني يقول أهل المدينة حمام وأهل المدينة قماري، ما أدري أهل مكة حمام مدينة قماري، وأهل جدة غاري، وأهل الطائف ما شاء الله. غزنا عشان لا تروح لا حتى لا بزعل عليك ترى كناري. فالحمد لله رب العالمين. حقيقة أنا وقدمت قبل قليل عزيمة والله لكل واحد في هذا المجلس المبارك، عزيمة. فأنت وجه خير يا دكتور، وأيضا أنت رمز من رموز هذا الوطن. من يوم أني قال عندك رجال قلت حتى لو ما عزمني أنا أروح، لأني لي الشرف أني أحضر مثل هذه المجالس، مجالس العلم، مجالس الثقافة، المجالس اللي نتعلم منها. زي ما ذكر اللواء أنه نود نتعلم ما تعلم، والله تعلمنا من هذه المجالس، تعلمنا الدين، تعلمنا الثقافة. شكرا شيخنا الجليل، شكرا للحضور. والله اني فرحان اني شايف اخونا وحبيبنا ريحة المدينة على ساكنها افضل الصلاة والسلام، واشوف الاجواء يعني كل واحد باسمه، واللواء والجميع. فشكرا لك والله اني بغيت اشكرك. وانا لو اجي من جدة وانا من الطائف مشي انا مقصر، مو بس بسيارة. فانت والله رمز من رموز هذا الوطن، بيض وجهك خدمت الدين وخدمت الوطن وخدمت القيادة، فلك منا كل الشكر والتقدير. بيض الله وجهك.